جامع محمد علي. مسجد من المساجد الجميلة المبني فوق القلعة، حتى اسمه مسجد القلعة أو مسجد الألاباستر أو مسجد محمد علي اللي هو صاحب المسجد اللي أنشأه. المآذن اللي على الطراز العثماني. ده الفناء، أنا هصور بس بسرعة. ده الفناء ودي الميدقة اللي المسلمين كانوا بيجوا يعملوا بيتوضوا فيها قبل ما يدخلوا يصلوا في المسجد، قبل ما يكون في مية في البيوت. وده برج كده منتهي بساعة، أهدى لمحمد علي من لويجي فيليبو اللي هو الملك الفرنسي اللي في التوقيت ده. لما محمد علي ابتدى يبني المسجد بتاعه اداله ده كهدية مع نجفة كبيرة عملاقة هوريها لكم جوه. محمد علي ما كانش أقل كرما للأسف، يعني أهدى مسلة أخده من قدام معبد الأقصر. تقريبا بيصوروا للتلفزيون. بصوا، محمد علي أخذ مسلة من معبد الأقصر وأهداها للويجي فيليبو، والمسلة دي موجودة دلوقتي. احنا داخلين الجامع الرائع. المسلة موجودة في ميدان كونكورد في باريس. ده الضريح بتاع مسجد محمد علي. اما نقرب كده ممكن تشوفوا من الفتحات دي المقبرة بتاعته اهي، معمولة من المرمر الابيض الايطالي بتاع كرارة، ومنتهية بالطربوش العثماني، عشان محمد علي كان بيحكم مصر. وصل مصر 1805، أسس للعائلة الملكية، العائلة العلوية، اللي انتهت بالملك فاروق 1952 لما اتعملت الثورة ضده، ومصر تحولت من ملكية لجمهورية. هنا المسجد حقيقي بكل معاني الكلمة مسجد جميل، تحفة معمارية. وعلى المستوى المعماري في حاجة لازم تتشرح، انه من الارض من هنا ارتفاع القبة الرئيسية دي، بصوا قد ايه رائعة. القبة الرئيسية مرتفعة 52 متر، والقبة الرئيسية دي بيحملها 4 أنصاف قباب اهم باينين في الصورة، أنا بلف عشان تشوفوها. وال4 أنصاف قباب دول بيحملها 4 عواميد مكسية بالألاباستر. أدي عمود، وأدي التاني، وأدي التالت، وأدي الرابع، وفي النص كده مفيش حاجة. فبالتالي كانت محتاجة مهندس عبقري عشان يقدر يعملها بالمقاييس المظبوطة اللي تخليها تتحمل وتستمر معانا كل السنوات دي. الجامع زي كل جوامع الدنيا فيه محراب، وفيه المنبر علشان الشيخ يصعد كان ويتكلم مع المسلمين ويقول الخطبة بتاعته. هرجع للنجفة العملاقة اهي. النجفة دي مع البرج اللي بره، مع النجفات الحلوة اللامباداريو الكبير ده اللي حوالينا، اللي هم عددهم 365. دول كانوا إهداء من لويجي فيليبو. هنا في الأرض الحلوة دي اللي هي دلوقتي معمولة بالمرمر، مرمر كرارة. كانت معمولة بالمرمر الكرارة، يعني ده اوريجينالي كان موجود، بس كان متغطي بسجادة حمراء، سجادة واحدة فقط، كانت واحدة مش عدة سجاجيد، لا واحدة مغطية كل المساحة دي. وكانت معمولة في إيران، ومعروف إن الفرس تميزوا لفترة كبيرة بصناعة السجاد، وكانت مصنوعة بحرفية وتقنية جميلة. كان لونها أحمر، وكان تحت النجفة مباشرة، النجفة الرئيسية دي كان تحتها كان تحتها زي يعني حزمة زهور كده، بوكيه ورد جميل. بس السجادة دي استهلكت تماما مع الزيارات، وأخدوها شالوها وحطوا موكيت كده لكام شهر، واحنا طلبنا بعد كده ان هو يتشال، عشان طبعا الارض كده سهلة نظافتها جدا وافضل كتير. محمد علي مؤسس الدولة الحديثة، مؤسس الدولة العلوية، الأسرة العلوية. بيعتبر باني مصر الحديثة بكل معاني الكلمة. أسس لجيش مصري قوي يكون الولاء كله لمصر،
مش مرتزقة مشتراه. يعني شق الترع والقنوات، واهتم بالتعليم واهتم بالبعثات. القطن دخل مصر على ايدين هذا الغير مصري، ولكنه كان مخلص جدا لمصر وكان محب، وكان مش بيتكلم اللغة العربية ولكنه نجح في إدارة البلد. هو في كلام كتير قوي بس أنا الناس للأسف جم فأنا لازم أقفل، بس أنا حبيت أوريكم هذا الصرح العظيم اللي اسمه مسجد محمد علي، ولا يكف الإنسان عن الانبهار أبدا. يعني أنا كل مرة باجي هنا أنا بنبهر، وبينبهر أكتر مني اللي بيشوفوا لأول مرة، وبشوف الانبهار والسعادة في عينين الناس إن هم شايفين حاجة جميلة قوي كده وبياخدوا صور كتيرة. فأنا حبيت برضو إنكم تشاركونا لحد ما تيجوا بنفسكم وتشوفوها. باي.